المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، سيلها بأبرز العناوين. اجتماع في حقات لمناقشة سير تنفيذ البرامج التنموية. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي قلوج وبارنتو عبر حملة الطلاب التنموية. تنظيم سباق نصف الماراثون الوطني لعام 2026 في مندفرة. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله. عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حقات في 9 من أغسطس لمناقشة سير برامج التنمية. ودعا السيد نصر آب برخة آب مدير مدينة حقات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة، وحضره ممثلو الشعب والبلدات ومجلس الإقليم ومسؤولي الضواحي. دعا السكان إلى تقوية تنظيمهم وتعزيز دورهم، نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام وأسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز عائدات تنمية المياه وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة نمت بنسبة 17% في النصف الأول من العام. وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة بينهم، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملأكي حدرو السكان على احترام المراسيم والتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول مستشفى حقات الأهلي حث السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراء وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. تجري تنفيذ برامج واسعة النطاق تركز على الحفاظ على المياه والتربة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي قلوج وبارنتو بإقليم الكاشبركة منذ 6 يوليو. ووفقا للخبير الزراعي المهندس برهان الصقاي، قام 800 طالب في مديرية قلوج بإصلاح نحو 8000 متر من الحواجز وإنشاء حواجز جديدة تغطي مساحة 10 هكتارات وتجهيز أكثر من 2000 حفرة للشتول وزراعة عدد من الأشجار. من جانبهم قال الطلاب إن الحملات الصيفية تؤدي دورا إيجابيا في تنمية المهارات واكتساب الخبرة العملية وتبادل الخبرات، مضيفين إنهم يعملون بجد لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من انجراف التربة. في الوقت نفسه ألقيت محاضرة للطلاب في مديرية بارنتو بهدف رفع وعيهم وتعزيز دورهم في برامج بناء الوطن. المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع شرطة المرور ومكاتب التعليم والزراعة واتحادي الشباب والمرأة تناولت ضمان الاستخدام الآمن للطرق لحماية المجتمع من حوادث المرور وتعزيز دور الشباب في الحفاظ على التربة والمياه لمواجهة التغير المناخي ودعم مشاركة المرأة في برامج التعليم والتنمية. تخرج 23 عضوا من الفرقة 49 بالقيادة الوسطى ممن تلقوا تدريبا في مجالات فنية متنوعة في 9 من أغسطس في مايسراو. وقال صالح عبد الله مسؤول الفرقة الفنية في الفرقة العسكرية خلال حفل التخرج إن التدريب الذي استمر لأكثر من شهر وشمل الجانبين العملي والنظري تضمن الكتابة وتأليف وإخراج الأعمال الدرامية فضلا عن فنون السينما والمكياج. وقال الأستاذ طعمير رفايني وهو أحد المدربين إن رغبة المتدربين وموهبتهم ساهما بشكل كبير في فعالية الدورة. من جانبها عربت ممثلة المتدربين عن شكرها للجهات القائمة على التدريب وللمدربين على جهودهم في تمكين المتدربين من استيعاب المفاهيم الأساسية خلال فترة وجيزة،
مؤكدة عزمهم على مواصلة تطوير المعارف المكتسبة من خلال العمل الميداني. وفي كلمته الختامية أشار قائد الفرقة إلى دور الفن في انتصار نضالنا التحرري وترسيخ هويتنا الوطنية، حاثا المتدربين على السعي نحو الارتقاء بالبرامج الثقافية في صفوف قوات الدفاع من خلال تعزيز مهاراتهم وتنظيمهم. اندلع حريق في إدارة ضاحية بلينكوما بمديرية عاصف فجر 9 أغسطس، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات. وقال الشاب جمال طه نور مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة الأول إن الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في منشأة واحدة بعد الساعة 2 ليلا، وامتد ليشمل 7 منشآت ومنازل كانت جسيمة. وقال إن الحريق تفاقم بسبب كون المنازل مبنية من الأخشاب وجدرانها متلاصقة، وإن الخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 1.3 مليون نقفة. وقال الملازم شاوش والدقابر قائد مركز الشرطة الأول إن الوضع كان خطيرا، مشيدا بالشعب والجيش لمساهمتهم في إخماد الحريق، وحث على توخي الحذر لتجنب الحوادث الناجمة عن الإهمال. أقيم يوم الأحد في مدينة مندفرة سباق نصف الماراثون 31 لعام 2026 الذي نظمه الاتحاد الوطني لألعاب القوى في إريتريا. شارك في الحدث الذي أقيم بمشاركة الجنسين أكثر من 150 رياضيا ورياضية من أندية الأقاليم الجنوبي والأوسط والقاشبركة، بالإضافة إلى نادي دندن التابع لوزارة الدفاع. في فئة الرجال حل الرائد تدروس من الإقليم الجنوبي في المركز الأول، مسجلا زمنا قدره 1 ساعة و4 دقائق و41 ثانية، وحصل على ميدالية ذهبية والكأس و13,000 نقفة. فيما حل العداء تخلا هيمانوت برهاني من الإقليم الجنوبي بالميدالية الفضية وجائزة قدرها 8,000 نقفة، بينما فاز سايمون مبرهتو من نادي دندن بالميدالية البرونزية وجائزة قدرها 5,000 نقفة. وفي سباق الإناث الذي شاركت فيه 10 متسابقات فازت العداء الأولمبية نازريت ولدو من إقليم القاشبركة بسباق السيدات مسجلة زمنا قدره 1 ساعة و1 دقيقة و2 ثانية، ونالت الميدالية الذهبية والكأس و13,000 نقفة. فيما آلت المرتبة الثانية إلى ميكال سقزاب من نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، وفازت بالميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها 8,000 نقفة. وحلت العداء الأولمبية دولشي توسفو من نادي دندن في المرتبة الثالثة، وحصلت على ميدالية برونزية و5,000 نقفة. بالإضافة إلى ذلك فاز يوبيل زرئيت من الإقليم الأوسط بسباق الرجال لمسافة 5 كيلومترات بزمن قدره 14 دقيقة و14 ثانية و3 أجزاء من الثانية، بينما فازت بسباق السيدات العداء دلينا شيشاي من الإقليم الأوسط بزمن قدره 16 دقيقة و43 ثانية و24 جزءا من الثانية. وفاز كل من العداء فتصوم برهام من الإقليم الجنوبي والعداء كناري تخلا مريم من الإقليم الأوسط بسباق الميل الواحد أو 1.6 كيلومتر. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاثة ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. أعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغيرات الأخيرة في سياسة نقل المعدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد،
على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتشيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتشيتش عن شكوكه في أن تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة متنزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوا الشرقية بإندونيسيا المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية، مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن النيران التهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة، بعدما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. اجتماع في حقات لمناقشة سير تنفيذ البرامج التنموية. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي قلوج وبارنتو عبر حملة الطلاب التنموية. تنظيم سباق نصف الماراثون الوطني لعام 2026 في مندفرة. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.